السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبا يا دورينا، في يوم واحد تغيير 6 مدربين في الأندية المصرية. النادي رقم واحد نادي سيراميكا، خلاص أعلن رسم نادي سيراميكا كليوباترا عن إقالة الكابتن أحمد سامي، وده طبعا بعد النتائج السلبية مع نادي سيراميكا رغم السكواد العالي ورغم ان الأداء فعلا كان، يا جماعة اللي يتابع سيراميكا كان الأداء يعني أداء كويس، ما كانش وحش، بس النتائج ما كانتش مساعداه. فطبعا أول نادي أقل المدرب بتاعه كان نادي سيراميكا. النادي رقم اتنين نادي سموحة، خلاص المهندس فرج عامر زي ما كان واعد بقاله من فترة، وانا قلت لكم خلاص انتظروا إقالة الكابتن طارق العشري. خلاص سموحة على الرسم إقالة الكابتن طارق العشري وتعيين الكابتن أحمد سامي اللي ماشي من سيراميكا، هيروح سموحة. هما كام مدرب كده يا جماعة في دورينا بيلفوا على الأندية، يعني أحمد سامي أقالوه من سيراميكا راح سموحة خلاص في نفس اليوم، مش في تاني يوم. النادي رقم ثلاثة نادي البنك الأهلي، والبنك الأهلي زي ما قلت لكم كان ماله أمير عبد العزيز مدير فني لنهاية الموسم، قلت لكم انتظروا مباراة أو اتنين، مع النتائج ما ظبطتش هيعينوا مدرب، وبالفعل عينوا بابا فاسيليو المدير الفني السابق للمحلة. خلاص هيتعين رسمي مدير فني للبنك الأهلي. ما بقول لكم يا جماعة، هي مجموعة مدربين وبيلفوا على الأندية في الدوري المصري. فاركو رسميا إيهاب جلال، إقالة إيهاب جلال من 4 مباريات أقلوه، يعني لو بيلعب في مركز شباب مش هياكلوه بعد 4 مباريات. لكن بقول لكم عجبا لدورينا واستمرارا للتخبط الإداري في معظم أندية الدوري المصري. النادي رقم خمسة نادي أسوان، وخلاص سمعنا يعني اتجاه لاستقالة الكابتن أيمن رمادي، عايز يستقيل خلاص لأنه كان عايز 5 لعيبة، والنادي معرفش يوفي الطلبات اللي هو عايزها، مع حاجات مادية برضو كان موعدينه بيها مش قادرين ينفذوها طبعا يا جماعة، نظرا للظروف المادية الصعبة اللي في نادي أسوان. ابتدينا النادي رقم خمسة خلاص، في نسبة كبيرة إن خلاص بيقول لك الكابتن أيمن رمادي بيتجه للاستقالة من نادي أسوان. النادي رقم ستة القطب الثاني للكرة المصرية الزمالك، خلاص يا جماعة رسميا أقلوا طبعا جوزفالدو فيريرا، وجابوا الكابتن أسامة نبيه اللي كان مدرب معاه في الجهاز، وهيمسك خلاص من بداية من مباراة فيوتشر إن شاء الله من يوم الأحد، تبقى أول مباراة للكابتن أسامة نبيه. يعني خلاص 6 أندية يا جماعة في يوم واحد من 18 نادي بيتغيروا في يوم واحد. وبصفة عامة من بداية الدوري 7 مدربين اللي مستمرين حتى الآن مع أنديتهم، 7 مدربين من 18، 7 أندية من 18 نادي هم المستمرين السنة من أول السنة، مش بقول لكم السنة اللي فاتت ولا قبلها زي ما بنشوف بره، جوارديولا، أرتيتا، يورجن كلوب، أنشيلوتي مع الريال، شافي من السنة اللي فاتت مع برشلونة، مدرب سيميوني مع اتلتيكو مدريد. شوف انديه كتير، حدث ولا حرج، مدربين بقاله سنه واللي بقاله اتنين واللي بقاله خمسه واللي بقاله سته. احنا بقول لكم 7 أندية بس من اول الموسم. الاهلي لسه معاه كولر من اول الموسم، واللي انا شايف الاداء معاه مش ظابط برضه، يعني نفس احد الجمهور اللي زي ما قلت لكم قبل كده، احد الناس ان انا مش راضي عن كولر، ومتوقعات ان هو اخره السنه دي، اخره السنه مع الاهلي، مش هيبقى مشروع نهائي ولا ايام بيننا. النادي رقم اتنين فيوتشر، ده طبعا اللي فيه استقرار، بامانه من النادي ده الواحد بيحييها، من السنه اللي فاتت معاهم الكابتن علي ماهر وبيأدي اداء كويس وثابت مع الفريق، وعشان كده شايفين الاداء بيتحسن، ونتائج حاليا الفيوتشر في المركز الثاني في الدوري المصري. ده النادي رقم اتنين اللي عليه استقرار مع الكابتن علي ماهر. وما بقول لكم الفيوتشر السنه دي ان شاء الله انا متوقع ان هيبقى نتائج حلوه في الدوري وفي الكونفدراليه، هيعمل شغل كويس، بس يحاولوا يحافظوا على اللعيبه. انا رايي كده عمر كمال بقاله مباراتين او 3 ما بيلعبش، فانا حاسس ان فيها حاجه بقى، عايز يروح اهلي، عايز يضغط على النادي، فلسه كله هيبان. وبوبو طبعا نجم فيوتشر اللي كله بيقولوا انه خلاص ما كانش السنه دي هيبقى السنه الجايه في الاهلي، ودي الصفقه فعلا انا شايفها حاجه تليق بالنادي الاهلي. واحد زي كابتن محمد رضا بوبو خد بالمناسبه وخد احسن لاعب في مباراه فيوتشر والمصري، هو فعلا من احسن اللعيبه السنه دي في الدوري المصري بصفه عامه محمد رضا بوبو ده، وانا كنت مرشحه للنادي الاهلي في بدايه الدوره، حتى في اول فيديو ليا قلت لكم من الناس اللي انا برشحها محمد رضا بوبو، الحمد لله الايام بتثبت صحه كلامي. النادي رقم ثلاثة المقاولين العرب، وده مع الكابتن شوقي غريب من اول الموسم، ما بنى مد اداء ولا اروع، حسب النتائج، نتائجه بامانه نتائجه ممتازه تقريبا. حاليا المقاولين في المركز الرابع، يعني يا جماعه في المربع الذهبي، نادي باقل امكانيات بلعيبه ناشئين في المركز الرابع. انا بقول لكم هو فعلا الاداء اللي متابعين الاداء مش الاداء اللي هو ممتع للجمهور بس، بامانه هو محقق نتائج وحسب امكانيات الفريق برضه، يعني امكانيات انه يبقى في المركز الرابع بالامكانيات اللي موجوده، فهو يشكر على الكابتن شوقي غريب بامانه، وبيعبر عن نفسه بعد فتره من الانتقادات السنين اللي فاتت لما كان بيدرب المنتخب الاولمبي، المنتخب الاول كان كلها فشل طبعا ويا جماعه كل المدربين، يعني انت لو تلاحظ كل المدربين فشلوا مع المنتخب، فطبعا كل المدربين فشلوا مع المنتخب، اعرف ان منظومه اتحاد الكوره هي اللي فاشله، يعني مفيش مدرب ناجح من المدربين كلها، كروش مش ناجح، قبله شوقي غريب، قبله
معظم المدربين كتير يا جماعه كله فشل. شوقي غريب فشل، حسام البدري فشل، ايهاب جلال فشل، في المدرب الاخير كروش ده فشل. فما بقول لكم ده ان كان دليل على حاجه فيدل ان اتحاد الكوره هو اللي فاشل، مش المدربين، مش كل المدربين فاشلين. فطبيعي ان هو كان يفشل شوقي غريب زيه زي غيره. النادي رقم 4 الاتحاد السكندري، وده المدرب الصربي يعني تقريبا مانولوفيتش، مانولوفيتش مدرب الصربي ده معاهم من اول الموسم. وبامانه كانت مباراه الزمالك هتوق النجاه ليه، وكان بادئ الموسم كويس، بعدها تقريبا خد 3 هزائم متتاليه، وكانوا خلاص ماتش الزمالك ده كان هو تقريبا، انا توقعت كان هو اللي كان المحك ليه يعني، لو كان خسر كان ممكن ودع مانولوفيتش نادي الاتحاد. بس مباراه الزمالك كانت عنق الزجاجه ليه، اللي تعادل فيها وادى اداء كويس، بعدها نتائج رد التاني نادي الاتحاد السكندري، ومقدم امانه موسم كويس. وعملوا صفقات كويسه في يناير، كان عمار حمده ومحمد محمود اللي الاهلي وداهم، وجاب لنا مروان عطيه. وعجبا للاداره الفنيه للنادي الاهلي في صفقه مروان عطيه. الناس هتقول لك ما هو مادي كويس، يا جماعه انت لو حطيت اي لاعب في الناشئين في المنظومه في ترس النادي الاهلي هيأدي كويس. انت لو شفت ميدو نبيل السنه اللي فاتت احد الناشئين اللي لعب مع النادي الاهلي، كورته اعلى من مروان عطيه ده والله بكتير، بس كان اداله زي ما ادى مروان عطيه كده كنت هتقوله برده لعيب كبير. بس النادي الاهلي بقى فلوسه كتير، دفع على جابه ب 25 مليون مش عارف بأمارة ايه. النادي رقم 5 نادي طلائع الجيش، ومعاه كابتن محمد يوسف. وانا بقول لكم محمد يوسف ده هزيمتين متتاليتين ومش هيقعد مع الجيش، نتائجه وحشه على فكره، واداؤه مش كويس خالص مع طلائع الجيش. وانتظروا قريب خالص مباراه او اتنين اقاله الكابتن محمد يوسف، تذكروا كلامي ده مستحيل يكمل الموسم مع طلائع الجيش مع احترامي ليه، وهو مدرب من الشخصيات المحترمه والله جدا. بس كمدير فني أنا مش حاسه، مش ملوش. بقول لكم من 2013 من ساعه ما ساب الاهلي ملوش اي نتيجه كويسه مع اي نادي، من 2013 يا جماعه بقاله 10 سنين ملوش اي تجربه تدريبيه ناجحه. فمع احترامي الكابتن محمد يوسف هو ابنه وابن من ابناء النادي الاهلي، لكن تجاربه التدريبيه من ساعه ما ساب الاهلي ملوش اي تجربه ناجحه يعني، لا قبل ولا بعد. يعني هو دوبك هو سنه 2013 اما خد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، غير كده ملوش اي تجربه ناجحه. وانا شايف مع طلائع الجيش نتائجهم متدهوره السنه دي، والاداء ما عندهم اسكواد يدي اكتر من كده. فانا بقول لكم انتظروا اقاله محمد يوسف، ده هتسمعوا الخبر ده بعد مباراه واتنين بالكتير. النادي رقم 6 نادي الداخليه، وده طبعا الكابتن رضا بيدربه الكابتن رضا شحاته. وده يا جماعه هو مدرب بتاع عليهم فعلا بينحت في الصخر، ده ما عندوش لعيبه نهائي، ما فيش حد معروف في النادي الداخليه تقريبا غير الكابتن محمد نجيب، اللاعب السابق في النادي الاهلي لو تفتكروه طبعا كلكم. فيعتبر بيفحت في الصرف، فهو طبيعي يتصبر عليه رغم انه في المراكز الاخيره في الدوري، لكن لازم طبعا يتصبر عليه يا جماعه. يعني هو ده راكب فوق انديه زي انبي والبنك الاهلي وحرس الحدود والاسماعيلي، فهو يشكر على الترتيب اللي هو فيه ده. وبرضه يا جماعه هو لو خسر مباراتين او ثلاثه برضه هيمشوا الكابتن رضا شحات، ومش عشان هو وحش ولا حاجه، بس هما الانديه اللي زي ده يا جماعه بتمشي ازاي؟ يعني مثلا مدرب الانتاج مش مساعداه، فاول حاجه هيعملوها يفكروا فيها ايه؟ يجيبوا مدرب جديد يدي روح جديده للفريق مش اكتر. لازم بقول لك بيحاول مقويات حاجه، بيحاولوا اي حاجه يلحقوا بيها النادي ماشيين بالبركه، لان المعزولين برضه يا جماعه الامكانيات الماديه مش مساعداهم. فده لو خسر مرتين يجيب لك مدرب جديد يمكن يدي روح جديده في الفريق، يكسب له ماتشين ثلاثه بعدها يتعادل، يبدا يخسر مباراتين يمشوه يجيبوا غيره. ده بتمشي كده الانديه يا جماعه الصغار اللي امكانياتها الماديه محدوده، من زمان هي معروف الانديه دي بتمشي كده. وزي حرس الحدود اللي هتخش النادي السابع اللي لسه مستقر على المدير الفني ليه كابتن احمد ايوب، ده برضه مع مباراتين او ثلاثه هزايم هيمشوا الكابتن احمد ايوب. وافتكروا كلامي ده كله للناس، انا عايز الناس يا جماعه تركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده. الحمد لله بقول لكم انا متابع الكوره ده من وانا عندي 7 سنين، فبقول لكم ان حرس الحدود ده مباراتين او ثلاثه بالكتير خسرهم هيمشوا الكابتن احمد ايوب، لان بقول لكم مش عشان هو وحش، هو كمان زيه زي كابتن رضا شحات. ده يا جماعه انديه ومشي يعني ما فيش امكانيات ماديه نهائي، فبيمشي يجيبوا المدرب يجيب اخره يحمس في اللعيبه بالروح بالدم، نتائج بتتدهور شويه يجيبوا مدير فني جديد يدي روح جديده يكسب له كام مباراه متتاليه، لحد ما يخسر 10 مباريات مثلا يمسكوا ويجيبوا مدير فني تاني. يعني ممكن نادي زي حرس الحدود او الداخليه يدربوا في الموسم اربع مدربين، وما تستغربش هي دي ده في انديه كبيره بيدربها 3 و4 مدربين لحد دلوقتي، فما تستغربش على حرس الحدود انه يعمل حاجه زي دي. فبقول لكم ده نعبر اللي انا قلت لكم ده، ان نعبر عن حاجه، فعبر يا جماعه عن التخبط في المنظومه الاداريه بصفه عامه الكرويه في مصر. بقول لكم 7 انديه من 18 نادي هم المستقرين على المدير الفني من اول الموسم، و7 منهم على الاقل 3 و4 هيغيروا الفتره اللي جايه. يعني تقريبا ما فيش غير ممكن ناديين او حاجه اللي يستنوا لاخر الموسم بنفس المدرب. فبقول لكم ده تخبط اداري تخبط، وكله انا شايف ان بقى ايه اللي فيه بقى قله فهم من الرؤساء الانديه، فيها سمسره الله اعلم، الواحد برده مش، بس ده تخبط وده عدم استقرار وده طبعا النتيجه بقى بعد كده تسمع عن التخبط في اللجنه التحكيميه، طبعا تسمع تخبط في جميع المجالات في الكره المصريه.
بعد اللي بتسمعه ده. بقول لك 7 انديه المستقرين على المدير الفني من اول الموسم، مش من سنتين ولا من 3 فاتهم. فده حبيت اتكلم فيها يا جماعه، حاجه الناس اللي حابه تتابع الدوري المصري واخبار الانديه في الدوري المصري. نطلع بقى من الدوري المصري يا جماعه، ان بخبر طبعا كان حزين امبارح، وخساره المنتخب مصر كره اليد من السويد في دور الثمانيه، وخسر 26-22. ودي طبعا يا جماعه اللي تابع المباراه، اللي زعلني في المباراه دي يا جماعه مش الهزيمه، والله طبيعي انك ممكن تخسر، انت تلعب السويد على ملعبه، منظم البطوله طبعا السويد، فطبيعي ان انت عادي لو خسرت مقبول. لكن الطريقه اللي خسر بيها المنتخب مش باين له شخصيه في الملعب يا جماعه. يعني انت منتخب مصر وفيك لعيبه فيها كتير بتلعب في انديه كبيره في اوروبا. يعني الشخصيه يعني اللعيبه كان بادين المباراه كويس، وفرقوا بهدفين عن السويد. بس على الشوط الاول تخيلوا انتهى فرق 5 في الاخر مره واحده. اول ما الاداء قل شويه لقينا العمليه اتسحبت، جون في 2 في 3 في 4. فرق الشوط الاول انتهى في الاخر بتقدم السويد فرق 5 اهداف. فانا زعلت شخصيه المنتخب، يعني هو كان بادئ كويس، لكن بامانه المباراتين اللي احتاجوا شخصيه المنتخب تظهر فيهم الاداء كان سيء. وده طبعا اعرفه طبعا، بعد ده هتبقى طبعا اخر بطوله للمدير الفني اللي ماسك المنتخب باروندو. طبيعي خلاص انت كده خد فرصته زياده، لكن بامانه احنا كنا منتظرين المنتخب اكتر يعمل حاجه اكتر من كده. يعني هو وصول دور الثمانيه هو ونجاح، مش هقول لكم مش حاجه مش كويسه. انت من اقوى من 8 منتخبات في العالم، في منتخب زي كرواتيا ما وصلش للمرحله دي. فهو طبيعي كان، بس اللعيبه دي كانت يستاهلوا اكتر من كده، او حتى لو خسرنا نخسر بنتيجه احسن من كده وباداء افضل من كده. انت بقول لك اول ما السويد ركبت عليك بهدف العمليه فكت خالص من المنتخب. اللعب فرد، كل واحد عايز بيحاول بطريقه عنتريه. المدير الفني ما عرفش يستغل برضه يا جماعه كل اوراقه. يعني لعيب زي قداح شوف نزل قلب لك المباراه في اخرها. ده ليه ده ما تدوش من الدور الاول؟ لعيب من الشوط الاول، لعيب ما شاء الله معدي المترين، عنده تصويب جيد، نزل شفت احرز كام هدف. ما دي ما تديله من الشوط الاول. شايفين علي زين مش عارف يخترق. الكابتن يحيى الدرع برضو ما كانش في التوب فورم ليه. فيا جماعه المدير الفني والله كان عليه دور كبير في مباراه زي دي. وباروندو انا مش بحمله مسؤوليه الهزيمه من منتخب السويد بفرق 5 26 او 22 ده. يعني السويد الشوط الثاني كان بيلعب باريحيه تم، وده بسبب اقول لكم بسبب باروندو، ادارته للمباراه كانت سيئه جدا. وده طبعا خلاص سمعنا ان هو خلاص اخر بطوله لباروندو مع المنتخب. وانا من الناس اللي كانت منتظره من السكواد اللي كان موجود ده يعمل نتيجه افضل من كده. انت كان عندك لعيبه كلها يا جماعه بتلعب في افضل الانديه في اوروبا. انت عندك علي زين، محمد ممدوح هاشم في دينما بوخارست الرومان، عندك يحيى الدرع، ومعاه يحيى خالد المصاب برباط الصليبي بيلعب في فيشبريم المجري. عندنا لسه في سيف الدرع بيلعب في الدوري الفرنسي. عندنا الحارس محمد علي اللي ما شفناهوش من اول مباراه، مع انه تالق فيها ما ادالوش تاني باروندو، بيلعب في الدوري الاسباني. عندنا لعيبه كتير يا جماعه محترفه. فعندك سند واحمد هاشم دودو اللي المعلق على طول يقول لك احمد هاشم دودو يفي بوعوده، بيلعبوا في الدوري الفرنسي في نادي نيم الفرنسي. يعني عندنا لعيبه كتير يا جماعه غير لعيبه الزمالك، يحيى قداح مع طبعا مع اللاعب اللي هو بكار، ولا مؤاخذه رجب بكار. عندنا سكواد عالي يا جماعه والله مميز في المنتخب، كان يطلع منه اكتر من كده. لكن باروندو انا بقول لكم ما عرفش يستغل اسلحته والسكواد اللي موجود عنده. ومع منتخب اليد ده كنا نهايه حالاته. ويا ريت يا جماعه اللي يتفرج عليا يضغط اشتراك ويفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.